يكون لنا هذا اللقاء في وجوه النيرة وجوه القرآن الكريم والعامل إن شاء الله بالفهم السليم. كما أرحب أيضا بمشايخنا الشيخ محمود والبقية سيلتحقون بإذن الله تبارك وتعالى. ونحن دائما في ظل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم نلتقي في بيوت الله من أجل أن نذكر بعضنا بعضا بالسيرة النبوية وبالقرآن الكريم ومعاني القرآن الكريم، واللقاءات هذه من أجل ارتقاء إن شاء الله تبارك وتعالى. فالحديث يعني ذو شجون، ولكن الكلمة اليوم ليست لإمام المسجد، وإنما إمام المسجد يرحب فقط. فشيوخنا الأفاضل معنا ضيوفا عندنا. الشيخ رياض غني عن التعريف وهو صاحب البيت، فهو من يرحب بنا، ونرحب بالشيخ عبد اللطيف والشيخ يسري. مرحبا بكما في بلدكم الثاني، وإن شاء الله يعني نستفيد من بعضنا. بارك الله فيكم وجعل هذا الرباط في ميزان حسناتكم إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما
فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم
تجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. يا رب صل على النبي مسلما واجعل لنا التوفيق دوما صاحبا. يا رب صل على النبي الهادي واختم لنا بالخير والإسعاد اللهم آمين. أما بعد فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. جزى الله خيرا من كان سببا في جمعنا ومن تكرم بتوجيه الدعوة إلينا وجعلنا الله وإياكم من المبلغين عن رسول الله ومن الفرحين برسول الله اللهم آمين. ماذا أقول بعد هذه التلاوة العذبة وهذا الصوت الشجي الندي؟ الشيخ رياض بارك الله فيه متعنا وأمتعنا، فأدندن حول بعض الآيات من سورة الواقعة، وعنونت لهذه الكلمات بعنوان الموعظة النافعة في تفسير سورة الواقعة. صلوا على الحبيب. لم أتمالك نفسي حين دندن بنا في عطاء الله لأصحاب اليمين، وكنت أقول للمشايخ قبل المغرب، كنت في الحرم بصحبة أحد الصالحين، وبعد أن أتممنا العمرة طلب مني الدعاء، فقلت له جعلك الله من أصحاب اليمين. فرد علي باللغة المصرية قال لي حرام عليك وانت زعلان مني؟ قلت له ليه؟ قال لي أصحاب اليمين نمرة 2، خليني من المقربين. فقلت له صدقت، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين.
بعد أن بين لنا جل وعلا أهوال يوم القيامة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، أقوام ارتفعت لهم أعلام في الدنيا إلا أن الله أذلهم يوم القيامة، وآخرون لم يكن يعلمهم أحد ولا يدري بهم أحد، كانوا أخفياء في الدنيا إلا أن الله رفعهم يوم القيامة. وكما قال القائل: كن لله كما يريد يكن لك كما تريد وفوق ما تريد ويلن لك الحديد لأنه الفعال لما يريد. كن مع الله ولا تبالي، لا تخف من أحد ولا تنشغل بأحد، فالخلق كلهم عبيد الله. لا تخف من أي شيء روعك، كن مع الله يكن ربي معك سبحانه وتعالى. ثم جال بنا الشيخ وطاف في الجنة ونعيمها وما أعده الله لأهل اليمين فيها، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. آيات قصيرة إلا أن المعاني كثيرة. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين: في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. هذه الآيات تحتاج إلى لقاءات مطولة وخطب مفصلة، لكني أحاول أن ألخص في المعنى. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، الله جل وعلا يخاطب حبيبه ونبيه: أتدري ما أعددته لأصحاب اليمين في الجنة يا حبيبي يا محمد؟ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود. إيه السدر المخضود؟ ثمر السدر، والسدر رائحته أخاذة. ومن السنة أن نضع للميت عند موته شيئا من سدر لأنه رائحته طيبة. السدر المخضود هو ثمر السدر الذي لا شوك فيه، وكأن الله نزع الشوك منه. أصحاب اليمين في الجنة يعني يحيط بهم ثمر السدر الذي لا شوك فيه. وطلح منضود. إيه الطلح المنضود؟ الطلح قال علماء التفسير والشجر العالي الكبير، أو ما نقول عنه شجر الموز. بتقولوا هنا في المغرب بنانا بالإنجليزي، يعني الموز، شجر الموز في الجنة. وظل ممدود، ظل ممتد، حتى قالوا إن شجرة الطوبة في الجنة شجرة طوبى لهم وحسن مآب. شجرة في الجنة اسمها طوبة يسير الراكب في ظلها 1000 سنة لا يقطعها. وهذا من عطاء الله لأهل الجنة، لأنه قال في سورة هود: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض عطاء غير مجذوذ، غير مقطوع غير منقوص، عطاء كامل. وظل ممدود وماء مسكوب. الماء ينزل بسهولة، من أراد أن يشرب تمد لهم الكؤوس فتطرب النفوس بما في الكؤوس فيقولون من سقانا وهم لا يعلمون، فينادى من قبل مولانا ويقال: وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.
وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. فاكهة الصيف وفاكهة الشتاء معا لا تنقطع ولا عنهم تمتنع. فاكهة الصيف موجودة وفاكهة الشتاء موجودة في وقت واحد وفي آن واحد. وبمجرد أن يشتهي أصحاب اليمين الفاكهة تأتي إليهم، لهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم سبحانه وتعالى. لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. الأسرة مرفوعة ليست منخفضة. ليه مرفوعة؟ لأن الأسرة تجري من تحتها الأنهار. الأسرة في الجنة فرش المرفوعة الأنهار تجري من تحتها في الجنة أعدها الله لعباده الصالحين. إنا أنشأناهن إنشاء. هنا النون نون النسوة تعود على الحور العين. حور العين في الجنة أنشأهن الله إنشاء لأصحاب اليمين في الجنة فجعلناهن أبكارا. الصغيرة والكبيرة بكرا. ما فيش نساء في الجنة من أهل الجنة أعدهن الله لأصحاب اليمين، ما فيش واحدة ثيب، كلهن أبكار عربا أترابا. يعني عربا أترابا؟ قال لك عربا يعني محبوبات محببة إلى زوجها، وأترابا يعني في سن واحدة. الواحدة من الحور العين كما قال الله عنهن في القرآن وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. لو عندك لؤلؤة تضع اللؤلؤة في مكان وتحافظ عليها، كذلك الحور العين في الجنة وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. الواحدة من الحور العين ورد في وصفهن لو تفلت في بحر مالح لأصبح عذبا من حلاوة ريقها، ولو نادت ميتا لقام حيا من عذوبة صوتها، ولو لبست 70 ثيابا لظهر بياض ساقها من تحت ثيابها 70، ولو عاشرها زوجها لعادت بكرا بعد معاشرتها. يغنين لأزواجهن في الجنة ويقولن نحن الخيرات الحسان خبئنا لأزواج كرام، نحن الخالدات فلا نمتن، نحن الآمنات فلا نخفن، نحن المقيمات فلا نضعن. واحد من الصالحين شاب صالح، وهذه الرواية أوردها الإمام الغزالي في الإحياء. الشيخ عبد اللطيف بيقول يا رب ارزقنا بالحور العين، إلا أن زوجاتنا في الجنة يحسنهن الله لنا حتى تكون الحور العين في خدمتهن. تبقى هي من طين لكن ربنا يجعلها أحسن من الحور العين. وعندنا مرة في مصر واحد بيقول لمراته ادعي لي، فقالت له ربنا يجعلني زوجتك في الجنة. قال لها تبقى دنيا وآخرة تبقى دنيا وآخرة. فشوف الحور العين دول حاجة يعني. فالشاب ده نذر قال يا ربي أقوم لك بين يديك 40 ليلة ويكون هذا مهر واحدة من الحور العين. فظل يتعبد كل ليلة يتعبد، ونام في ليلة من الليالي 30 قبل أن يتم 40 ليلة. فأراد الله أن ينبهه وأن يلقنه درسا، فرأى في منامه طرف واحدة من الحور العين تقول له يا هذا أتقرأ؟ قال بلى. قالت فاقرأ. فأعطته رقعة فأخذ الرقعة فإذا مكتوب فيها أتخطب مثلي وعني تنام، فنوم المحبين عنا حرام، لأننا خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة كثير القيام. فقام وانتبه من نومه. كل هذا في الجنة لأصحاب اليمين. نعم. هل هذا النعيم كافي؟ لا والله ليس بكافي. هل هذا النعيم هو أعلى نعيم في الجنة؟ لا والله. أعظم نعيم في الجنة
أن ننعم بصحبة رسول الله وبالنظر إلى وجه الله. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. أعظم نعيم في الجنة أن تنظر إلى وجه الله. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. كل هذا من عطاء الله لأهل الجنة في الجنة. وفوق نعيم جناتي تروني، وهل من بعد رؤيتنا عطايا. ليس هناك عطاء بعد رؤية الله والنظر إلى وجه الله جل وعلا في الجنة. هذه دندنة يسيرة حول أنوار ما استمعنا من كتاب الله، موعظة نافعة في سورة الواقعة. وكنت أتمنى أن يطول بنا الوقت حتى نتجول في هذه الآيات النيرات المباركات، ولكن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. ألخص ما قلت في دقيقة. عطاء الله لأصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وهذا لا يكفي، بل هناك ما هو أفضل، أن ينعمون بجوار رسول الله وبالنظر إلى وجه الله في الجنة. اللهم احشرنا تحت لواء النبي ومع أصحابه وإن لم نعمل بعملهم. اللهم احشرنا مع الصحابة ومع أهل البيت، واحشرنا مع أمهات المؤمنين زوجات سيدنا رسول الله. اللهم احشرنا معهم وإن لم نعمل بعملهم. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. آمين آمين يا رب العالمين. وأسأل الله كما جمعنا في هذا المسجد على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الدنيا في الحرمين الشريفين وفي الجنة مع سيدنا رسول الله. اللهم آمين. وصل اللهم على الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وشكر الله لكم حسن استماعكم، وكل عام وأنتم بخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا.
وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا. كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فظن أن لن نقدر عليه فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وذا النون
سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وزكريا إذ نادى ربه فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين صدق الله العظيم.